السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. بصوا يا رجالة، يعني انا نادرا لما بعلق على حد بيعمل فيديو او بيعمل حاجة غلط او معلومة غلط او حاجة مش مظبوطة او الكلام ده كله، تمام؟ بس احيانا بيبقى الموضوع زايد عن حده. يعني احنا دايما بنطلع في فيديو بنوصل رسالة، يعني حتى لو بنوصلها مثلا بشكل فيه نوع من انواع الدعابة او الهزار او الكلام ده كله، حتى مع الزغاليل بتاعت مازن اللي هو بيربيها بره ده، حتى وانا بوصل لك الرسالة بنضحك وبنهزر ومش عارف ايه. بنقول ازاي الحمام ياكل، ازاي الحمام يشرب، بنوصل رسالة. بنؤكد دايما على جزئية ان انت ما تمسكش فرد حمام مش بتاعك، لان مسك الحمام ده حرام، يعني في حرمانيه. ودايما نقول لو انت معاك ابنك فعرف ابنك ان انت لو مسكت فرد حمام وامسكه عادي وركب غزول واعمل اللي انت عايزه وحط شبك واملى الداير زي ما انت عايز، زي ما احنا عاملين فوق كده. بس لو مسكت فرد حمام وصاحبه سأل عليه اديهوله، يعني اديهوله. فوجئت امبارح وانا بقلب كده على الفيسبوك كده، لقيت فيديو غريب جدا، يعني فيديو عجيب جدا. هنتفرج عليه حتى واحنا مع بعض، وانا طبعا يعني مع احترامي للاشخاص القائمه على العمل او على الفيديو او الكلام ده كله، انا ما عنديش مشكله معاهم تماما. انا كل مشكلتي في الرساله اللي بيوصلوها للناس. يعني انت بتعلم الناس ايه؟ انت بتعلم الناس مثلا انها تسرق الحمام ازاي؟ اقول لكم يعني تعالوا حتى نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم كده نتفرج وايه ونشوف سوا. طبعا هنا هو جاي وواحد في عشه حمام مسك فرد حمام. خبر ابيض، مسك الابيض المتوسط ده المفروض اللي هو خصمه اللي جنبه او جاره او كده. مش الواحد يهتم بالحاجه كده، مفيش عيل بيعمل حاجه لحد. قال لي لابوه ايه الحقيقه ده ايه؟ ماله في ايه اللي حصل؟ محمد يبقى مسك مني الفرد اللي هو بتاعته. الله يسامحك يا شيخ، ده الفرد عامل 1000 جنيه منك ازاي؟ ما اعرفش والله يا بابا، الفرد اللي حتى عنده حتى عندك بعيد منك انت، يا اما مجوع يا اما من عطشان يا اما في اي حاجه. طب عادي مفيش مشكله، تروح تقول له بقول لك ابويا كده كده ما تقلقش، انا ابوك كان صلح معايا الله يرحمه. هتروح تقول له بقول لك ابويا هات الفرد الابيض ابو طرطور اللي انت لسه ماسكه، يلا بسرعه. الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك. لحد هنا مفيش مشكله، يعني لحد هنا روح هات الفرد وبتاع والتاني مسكه، كل ده مفيش مشكله. حتى اللي جاي كمان ان هو ما ادالوش الفرد مفيش مشكله، يعني ما ادالوش الفرد. اطلع بقى وصل رساله حلوه، هنطلع مثلا اقول للناس بصوا يا جماعه، يعني جاري مسك الفرد مني ولما جاري جالي انا اديته الفرد وبتاع، وبرضه هتجيب مشاهدات وبرضه هتكسب وكل حاجه. يعني الموضوع لو هو مكسب بس فانت برضه هتكسب لو انت عملت بشكل مختلف. تعالوا نكمل. والله العظيم نورتني هنا في عشتي. طبعا هنا هو بيصور لك ان هو طلع مسك فرد تاني من اللي هو جاره ده اللي اسمه ايه؟ اسمه بودة. تعالى يا بودة. انت فين يا محمد؟ تعالى انا هنا اهو في النضاره يا بودة، تعالى. ايه يا محمد عامل ايه؟ لا مفيش اي حاجه، بس بابا بيقول لك هات الفرد الابيض اللي هو بتاعته اللي انت لسه ماسكه. فرد حمام ابو طرطور قصدك اللي هو ده؟ ايوه هو ده. تسلم ايه؟ اوعى كده، قول له كان زمانه جبر. قول لابوك اللي راح حماده واللي جاي حماده ثاني خالص، اتكل على الله. انت ده بابا بيقول لي ده ابوك، هما الاثنين كانوا اصحاب كده وكانوا كمان خصم. كان زمان الله يرحمه ابويا، الله يرحمه، ادعي له. يلا اتكل على الله. اللي انا بقول لك عليه اسمعه واجري، انت بتتنح ليه؟ يابا ايه يا واد ما جبتوش ليه؟ بيقول لي هنا يعني اول رساله اقول لك ايه، اول رساله منيله بنيله طبعا هنا وصلها للناس ان هو لما يمسك فرد حمام من حد ما يديهولوش. يعني اول رساله هيمسك فرد حمام صاحبه يجي له عليه ما يديهولوش. طيب انا معلش عايز بس اسالك على حاجه، ايه العلام اللي انت علمته؟ يعني ايه الهدف اللي انت وصلته؟ ان انت تبقى حرامي؟ يعني انا اسف ما تزعلش من كلامي، يعني اللي عامل فيديو كلام احترامي الكامل ليك والله واللي عمل فيديو بتاع، بس انت بتوصل رساله للناس ايه؟ ان انت لما تمسك فرد حمام ما تدوش للناس. يعني انت مثلا عايز توصل انك تبقى حرامي؟ ما ينفعش، ما ينفعش باي حال من الاحوال. يعني لحد هنا كمان ومعقول شويه، ده اللي جاي بقى كمان انيل، اللي جاي اصعب. تعالوا يا رجاله نكمل. بيقول لي ابوك كان زمان وجوه وراح حماده واللي جاي حماده تاني. يعني طمع في الفرد يعني. ايوه يا بابا هو قصده كده. شكله كده هيرجعنا لايام الشقاوه. طب امسك انت الزرع ومالكش دعوه بالقصه دي، ماشي؟ ماشي. تعالى، ده انا مستنيك انت وابوك من زمان. تعالى. ايه ده بقى؟ فرد حمام ايه ده؟ الصلاة على النبي. ده حمام مزار اهو، ابيض بطرطور. يا سلام، والله مستنيكم من بدري يا عم هاني انت وابنك بودة والله.
تعالى هبسطك معايا. مش عايز ارجع لكم تاني، بس هو اللي اضطرني بقى اعمل كده. يبقى عيل من دور عيالي وابعت له يقول له كان زمانه جبر. طب ماشي، هنشوف مين اللي كان زمانه جبر، انا ولا انت؟ لما خليتك تندم على الكلمه دي ابطل الغوايه خالص. ماشي يا عم محمد اللي لسه طالع لي في المقدر جديد، ده ابوك الله يرحمه كان حبيبي. يلا انت حر بقى. شوفوا يا رجاله، هو هنا اللي برضه بيمثل هنا، انا ما اعرفش والله حتى هو اسمه الحقيقي عم هاني ولا حاجه تانية. لبس طبعا لبس ملثم، ولبس جلابيه وعمل تغيير خلاص يعني حرامي، واحد حرامي طالع يسرق الحمام. طيب بالذمه يا جماعه، بالذمه يعني ده اللي احنا بنعلمه لاولادنا؟ يعني انا راضي ذمتك اللي بيتفرج على الراجل ده والراجل ده ده يرضي ربنا؟ يعني ده اللي هو بيعلمه لاولادنا؟ ده اللي انت بتوصله الرساله اللي بتوصلها لرواد الحمام؟ يعني انت ربنا كرمك، ربنا مرضيك، عندك صفحه، عندك متابعين، عندك مشتركين، دي الرساله اللي انت بتوصلها؟ دي الحاجه الكويسه اللي انت انا مش عايز اقول لك، انا فوجئت بالفيديو فقلت اما افتح التعليقات كده، هل انا مثلا كلامي مش مظبوط؟ هل انا ما عنديش حق؟ هل الراجل ده فعلا بيقدم حاجه كويسه؟ كميه شتيمه رجاله فظيعه، كميه شتيمه صعبه في الراجل واللي بيعملوا الفيديو. انت بتعلم الناس ايه يا عم؟ ده لسه اصعب من كده. يعني انا حتى شكيت ان هو لابس اللبس ده يعمل حاجه. تعالوا نبص راح عمل ايه كمان في عش الدقه اللي المفروض ان هو اللي مسك منه فرد الحمام يعني، او فردين الحمام. كبرت النهارده والله يا بني، 3 مره واحده، ده كده اتعشت النهارده. اتعشت؟ كانت امي الثلاثه دول اللي خليهم يقفوا عليك بست، صبرك بالله بس. حطيت لي كاميرات وتشغل لي دماغك، شوف مين اللي هيزعل. بلاش اللي شاف في الارض ده. ابيض تعالى، واحد ولا واحد، شغل حراميه رسمي يعني. 2 تعالى، 3 مش مشكلة، ممكن نجيب غيره. في ايه تاني؟ تعالى، 4 حبيب قلبي، 5 تعالى. يلا مبروك عليك يا حاج محمد الثلاثة. ايه ده؟ ايه الدوشه اللي فوق دي؟ ايه ده، ما بلعش مفتوح؟ ده ايه اللي فتحه؟ ده انا والشفا. خبر ابيض، 6 بيبان مفتوحين، كاميرات. شفتوا يا جماعه، شفتوا الوضع اللي احنا وصلنا له؟ يعني شفت العلام اللي احنا بنعلمه للاجيال الجايه في الحمام؟ شفت الافاده اللي احنا بنوصلها للناس بفيديوهات الحمام اللي احنا بنعملها؟ ويرجع يقول لك هي غيره الحمام رايحه فين؟ هي ليه الناس لما بتمسك حمام ما بترجعوش لصاحبه؟ يا جماعه ما يصحش كده، يا جماعه استقيموا يرحمكم الله. اللي بيحصل ده كلام فارغ. انت كده رسمي بتعلم اجيال جايه واولادك واصحابك واي حد بيتفرج عليك ان هو يطلع يسرق الحمام من جاره، بدل ما تعلمه ان ده حرام وده حلال وده ما يصحش وده يتعمل وده ما يتعملش، ويربي ازاي وياكل ازاي وينش ازاي ويتنيل جنينه ازاي. انت بتعلمه ازاي يسرق حمام وعامل لي فيديو فرحان بيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انا والله حتى ما كنت حابب ان انا اعمل الفيديو ده، بس انا حبيت اعمله من باب التوعيه. يعني انت حتى لما تيجي تتفرج على محتوى حمام او ابنك معاك يتفرج على محتوى حمام، حاول تنقي حد يكون بيفيده اللي هو بيحب الحمام. حاول تنقي حد يكون امين، عشان لما يقول له الفرد الحمام ده لو ما بيبيضش ما تبيعوش، لو فرد الحمام ده مسكته يبقى ده حرام مش بتاعنا. حاول تفهمه الحاجات دي كلها، وربنا يهدي الجميع يا جماعه. والله الواحد حزين على الحال اللي وصل له الوضع بتاع غيرة الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.